السلام عليكم ومرحبا بكم. ارواحوا معايا اليوم نديروا اسهل غدا والعشاء ممكن ديريه، واسرع غدا وعشاء وبنين يهبل يحبوه الناس الكل، بما انه فيه البطاطا والعظام. ما كانش اللي ما يحبش ياكل البطاطا والعظام. وصفه سهله وسريعه تسلكك، ما نطولش عليكم. بسم الله. درت هنا شويه تاع الزيت مع عندي كويس تاع الدجاج اللي كنت شوطته وغسلته مليح. هذا هو اللي راح ندير به العشاء تاعي. نحطه يتحمر لي شويه في هذاك الزيت، ونروح من هيه. كنت راني ديجا رحيت كعبة تاع بصلة متوسطة مع حوالي 3 فصوص تاع الثوم. نخلي هذاك الدجاج يتحمر لي شويه في هذاك الزيت كيما هكا، نقليه غير شويه وحده. ومن بعد نجيب هذاك الراس تاع البصله مع هذوك 3 فصوص تاع ثوم رحيتهم مع بعضهم، ونبقى نقلي فيه كيما هكا بهذه الطريقه حتى يذبل عندي البصل ويتبدل شويه هذاك اللون تاع الدجاج. يعني ما كانش اسهل من هذه الوصفه واسرع حاجه ممكن ديرها. بما انها مرقه بيضه ما نكثروش الملح، هذه راهي غير مغرفه تاع قهوه. درت فيها شويه ملح شويه تاع راس الحانوت، واللي حبت هنا دير الفلفل اكحل تقدر دير الفلفل اكحل، وهنا شويه برك على راس المغرفه تاع كمون ابيض، والا كان اللي يقول له الكمون اخضر. انا هنا استعملت كسرونه صغيره شويه هذيك والذراع تاعها كشغل كي تحكميه يحرقك. على هذيك ما قدرتش نقلب مليح، استعنت هنا بشيفونه من الكوزينه. نقلي هذاك الدجاج تاعي مليح مليح، ومن بعد نروح نمرق عليه بشويه تاع ما سخون. ما نكثرش قيس ما نغطي الدجاج بركه، كلنا نعرفوا باللي الدجاج ما فيه حتى روح ثم يطيب. نقفل على الكسرونه تاعي ونخليها تطيب بعقلها. من جهة أخرى رحت قشرت 3 كعبات تاع بطاطا اللي كانوا متوسطين مايلين شوية للكبير، وقصيتهم شوية رونديلات مهم خشان مهم رقاق كما راكم تشوفوا. رحت أقليتهم على نار متوسطة بهذه الطريقة. هنا بعد ما كان طاب لي لاصوص تاعي وبدا يتكتك، نروح نحي هذاك الطرف تاع الدجاج نحمره في شوية تاع الزيت، ونجيب هذيك البطاطا بعد ما كنت تقليتها نحاول اني نستفها بالتساوي في هذيك لاصوص تاعي، نستفها نعدلها كامل. بما انها في العائلات كلها الناس كامل تحب تاكل البطاطا مقليه، نظن هذه الوصفه راح يحبوها اكبر وصغار. هنا بعد ما استفت هذيك البطاطا تاعي رحت كسرت 2 عظمات والا بيضات، ونضربهم مليح بالفرشيطه ونصبهم على هذا البطاطا ولاصوص تاعي كما راكم تشوفوا. نصبهم كيما هكا وندير عليهم رشه تاع المعدنوس، نحركوهم باش يدخل لي هذاك العظام مع لاصوص كامل، ونزيد عليهم رشه تاع المعدنوس ونقفل عليهم ونخليهم على نار قليله حتى ينشف لي هذاك العظام. وتكون الوصفه تاعي سهله ان شاء الله، تكون يعني وصفه خفيفه ظريفه على قلوبكم، وان شاء الله نكون عطيتكم ولو فكره. اللي وصلت معايا هنا نقول لها بارك الله فيك على المتابعه، ولا اول مره تشوفيني ما تبخلينيش من اشتراك وتفعلي زر الجرس. الى هنا نقول لكم في امان الله، مع